السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اللص ياسر الديب بالمركز الدولي. طبعا عربية نيو اوبترا ديت من القاهرة 22 ماشية 79,000 جايالي ولا بتطلع ورا ولا قدام. طبعا حلين الفتيس هنقول لكم بقى احنا عملنا فيه ايه. هتعزز المتابعين للاشتراكات والاعجاب. ادي حلينا الفتيس بتاعها اهوت. طبعا عربية من غير فتيس اهو، فتيس محلول اهو ماشي. طبعا هنوريكم كل حاجة على الطريقة. العربية ديت راحت لواحد حرق، حط له 3 كيلو زيت، الفتيس اتحرق. هنوريكم كل حاجة على الطبيعة. طبعا الفتيس بتاعها اهو محروق، الفتيس نفسه محروق اهو، العمود متاكل وتروح الزيت الجلبه طالعه منها. مفيش جلبه، مفيش طرق جلبه هنا، مفيش جلبه ماشي. طبعا احنا هنا قفلنا الفتيس اهوت. جبت فتيس قديم، ده فتيس قديم، خدت منه القلب اللي هو العمود دوت اهو، العمود سليم اهو، وقفلت الفتيس. طبعا ما حد هيقول لي انت ما ايه مش وريتنا تقفيل الفتيس دوت، لان الفتيس ده مش اي حد بيشتغل فيه. وترمبة الزيت اهي، ترمبة الزيت اهي، الجلبه سليمه اهي اهي. ادي الجلبه دي كانت سايحه هناك في العربيه في الترمبه الثانيه. طبعا هنقفل الفتيس واوريكم البلوف برضو احنا بنقفلها. طقم البلف ده هختبره، اوريكم كل حاجه على الطبيعه. جايه من المنصوره فيها برضو فتيس. عندي عربيه ثانيه سمراء بره جايه برضو فيها فتيس. بفضل الله النيو اوبترا ما حدش بيشتغل فيه، حد بيشتغل في نيو اوبترا الا الناس اللي بتيجي بفضل الله. اي حد بيشتغل فيه بيعك فيها. هنجمع الفتيس مع بعضينا اهوت. الفتيس كده ايه يتقفل. نبدا بقى نحط البادي بلف، البادي بلف يتقفل والحله تتقفل والفلتر الزيت يتقفل. وهنجرب العربيه مع بعضينا كده ونشوف الدنيا مع بعض يا جماعه. مش تنسوا يا جماعه الاشتراك والاعجاب بعد المتابعين. طب ايه قفلنا المجاميع اهوت. طبعا احنا مش بنوري حد بقى تقفيل الفتيس دوت، لان الفتيس دوت مش اي حد بيشتغل فيه. وادي الفلتر الجديد اهوت هنركب في ترمبه الزيت الجديده لان الترمبه كانت محروقه. طبعا هنقفل الفتيس ده، مشاكله كتير، حساس بيعمل قفله للحساسات كلها، ممكن يطير كنترول، فبيعمل دقره من ال 40 من ال 60 لل 40 وانت نازل بتعمل دقره. ركب يلا يا ايمن نفتح. هنخلع الفلتر اهو. طبعا العربيه جايه لي كان فيها مشاكل ولا ورا ولا قدام، العربيه دي ولا ورا ولا قدام اهو. الفلتر الجديد اهو يركب. يلا قفل في الترمبه. طبعا احنا كده ايه، طبعا في عملاء يقول لك ايه انت مش بتورينا التقفيل. لو وريتكم حتى الفتيس دوت مش اي حد بيشتغل فيه. اهي عربيه جايه لي من المنصوره، والعربيه الثانيه من القاهره، والعربيه اللي احنا شغالين فيها دي برضو من القاهره. طبعا شغل الفتيس دوت معروف، لازم تبقى عارفه. كده بنخش بترمبه الزيت اهو. الفلتر الجديد ركب، الفلتر الجديد ركب اهوت. هنخش بترمبه الزيت. ادي كده ترمبه الزيت قعدت مكانها ماشي. نقفل وبعد كده نوريكم برضو احنا بنخش بالبلوف الحساسات ونجرب البلوف. وبعد كده بنربط ترمبة الزيت. استنونا بقى لما نخش بيها نوريكم كل حاجة على الطبيعة. واحنا داخلين بالحلة بنقفل. طبعا الفتيس القديم دوت اتحرق، جبنا احنا قلب كامل وحطيناه هنا مكان ده اهو. الفتيس اهو، وادي الفتيس المحروق اهو مرمى على الارض اهو. نخش بالترمبة بالحلة اهوت. قفلنا الفلتر اهوت ونخش بقى في الفتيس كده تقفل. طبعا انا ما بقفلش الفتيس مرحلة مرحلة، يعني احنا بنقفل مرحلة مرحلة فيها كده ونخش بيها اهو. كده الفتيس بقى اهوت اهو. استنونا بقى لما نخلص هنخش على ايه، هنقفل النوبل الداير المسامير نربطها، بعد كده نخش على البادي، على البلاطه والبادي بلف كنترول. حساس السرعه ده الخارجي. طبعا دي فيها 2 حساس، واحد خارجي وواحد داخلي. بس دايما مركبه اهو. كده ركب من فوق وركب من تحت. امسك الفتيس وهو واقف يا محمد. طبعا العربيه دي كانت ولا بتجيب ورا ولا قدام. طبعا حلينا الفتيس، غيرنا طبعا ترمبه الزيت، وغيرنا الحمود الاداره، وغيرنا طقم بلوف، لان العربيه دي كانت بترزع من ال 60 وانت نازل لل 40 كان فيها دقره. كانت طبعا اصلا هي ما بتنقلش اصلا. طبعا حلينا غيرنا الحساسات. وهنخش بالبلاطه وبعد كده هنخش بالبادي بلف اللي هو الكنترول يعني. طبعا هو بربط الحساس السرعه الداخلي
هنخش بالبلاطه. الصاجه الاول قبل ايه، قبل اي حاجه تخش في الصاجه دي. الصاجه دي بتركب ورا البلاط قبل البلاط اهي. ماشي، هنبدا نخش بالبلاط. كده صغير. ادي البلاطه اهي، دي فيها بستم. البستم دوت اهم حاجه يركب. اه حميدك البستم ده اهو بيركب فين؟ في لافيه الغيارات. كده البلاطه ركبت. البستم ركب فين؟ في لافيه الغيارات. اهم حاجه البستم دوت يركب في لافيه الغيارات. لو ما ركبش العربيه ما تاخدش امر ايه طلوع. ماشي، بعد كده هنخش ايه بالبادي بلف. دخلنا في الفبره، هنخش بالبادي بلف. لا خلاص يلا خش. كده نخش بالبادي بلف اهو. طبعا العربيه دي مشاكل العربيه النيو اوبترا اللي هي بترزع في الغيار. يعني مثلا ماشي سرعه 60، بتيجي تنزل بتدوس فرامل بتهدي، بترزع معاك مثلا من ال 60 في ال 40 كده، وانت نازل بتبص تلاقي بالسقط غير في رزعه دبه. المشكله بتبقى مشكله حساس سرعه، فبتعمل قفله للبلوف بتاعت البادي بلف اللي هي دي بتعمل قفله من حساسات السرعه دي. فالمفروض تشيلك ايدك فيها على طول، بتغرمك حاجات كتير وبتبوظ الفتيس. خلصنا، هنحط الفتيس 7 كيلو زيت وهنقفل بقى ونجرب العربيه مع بعضينا كده ونشوف الدنيا بعد ما ايه ما نخلص. اهو يا عم محمد ايدك كده. نحط زيت اهوت، زيت فتيس، ونبدا نفضي. العربيه دي بتاخد 7 كيلو زيت. فتيس فاضي متفور وبتغسل، بتغير له فلتر، بياخد 7 كيلو على القفل. اهو الزيت اهو، لون الزيت اهو خفيف مش تقيل. الزيت اهو ماكس فت المان، بياخد 7 كيلو زيت. ده اهو تكملة الزيت. دول 4 همت، وادي 6 وادي واحدة كمان 7 اهم. 3 6 واحدة بتتفضى 7 اهو. استنونا بقى نطلع نجرب العربية مع بعضين. كده طالعين نجرب العربية النسان اهي. بعد ما خلصنا كانت العربية متلتة طبعا. اللي بينزل العربيات ديت ان هما بيلغوا الترومستات بتاعتها بتتلغي. العربيات بتسخن، الترومستات وترمبة المية فيها مشكلة، القلاب كان متاكل. طبعا العربية دي طبعا لو الترومستات ملغية وترمبة المية وحشة العربية تسخن وتجيب مكنة منه. احنا حلينا لنا الترومستات ملغية ولنا ترمبة، احنا موريين لكم كل حاجة على الطبيعة. طبعا الترومستات غيرناها وغيرنا ترمبة المية. العربية الله أكبر كانت بتسخن ومكانتش بتمشي، كانت على طول متلتة. طبعا العربية اهي اتحولت. طبعا الحرارة كانت المروحة بتاعت العربية كانت بتلاقيها شغالة سرعة عالية اهي. العربية كده ايه اتحولت اهي. الله أكبر العربية اتحولت. طبعا المروحة تشتغل سرعة تانية عشان واخدة هوا، الوش بينفس من السخونية اللي سخنتها. الترمستات هي اللي عملت فيها كده، هي وترمبة المية. العربية اهي دوست بنزين بسم الله ما شاء الله يعني. مش تنسوا يا جماعة الاشتراك والاعجاب بعد اذن المتابعين. معاكم اللص ياسر الدين بالمركز الدولي.